السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناة لمياء شلتوت، القناة الخاصة بشرح مناهج اللغة الانجليزية. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون تانية ابتدائي منهج كنكت من كتاب المعاصر، واتفقنا ان اي كتاب معاك حتى لو مش المعاصر ينفع طبعا انك تشتغل معانا فيه. لو كتاب نسخة قديمة مش نسخة جديدة، مش 2023، لو هو قديم شوية السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها مفيش مشكلة خالص، هو نفس المنهج وما اتغيرش. دلوقتي هناخد الفيديو اللي فات اخدنا الوحدة الاولى اخدنا فيها lesson 1 and lesson 2، والنهاردة هناخد lesson 3 and lesson 4. lesson 3 قلت لك من الفيديو اللي فات ان هو هيكون science، يعني ليه علاقة بالعلوم. هو بيتكلم فيه عن حالات المية. اولا مية يعني ايه؟ مية يعني water، مش لازم نقول water، لازم عادي انت قنوت انجليزي سليم وهتبقى صح. water 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 دي المية. طب المية لما تكون نازلة من حنفية، بص بطريقة سهلة وجميلة جدا هنشرح الدرس. المية اللي نازلة من الحنفية وانت بتحطها في الكوباية وبتشربها، المية دي بتبقى عبارة عن حاجة اسمها liquid. يبقى هي المية هي في كوباية اللي بتشربها، ايا كانت مية عصير او اي حاجة، دي اي حاجة بتتشرب اسمها ايه؟ liquid. نوعها ايه؟ liquid. طب انت خدت الواتر المية وحطيتها في حلة وحطيتها على البوتاجاز. المية فضلت تسخن بقت very hot. بقت ايه؟ very hot. بقت ايه تاني؟ very hot. مش بس hot بس، دي بقت very hot، يعني ساخن جدا، بقت سخنة جدا. جيت انت رافع الغطا بتاع الحلة، لقيت طالع منها بخار. البخار اللي بيطلع منها ده اسمه ايه؟ ستيم. اسمه ايه؟ ستيم. قول تاني ستيم. البخار ده بقى ينفع اشربه؟ لا، ما ينفعش اشربه. طالما ما ينفعش اشربه وبيطلع في الهوا كده وبيدوب في الهوا وما بشوفوش تاني، يبقى اسمه جاز. اسمه ايه؟ جاز. اسمه ايه؟ جاز. قول تاني جاز. قول تالت جاز. قول اخر مرة جاز. قول معايا. طيب المرة دي انا خدت الواتر المية وحطيتها في كوباية او في ازازة، ورحت رايح على التلاجة وحطيتها فيها. مش هنحطها على النار بقى، هنحطها على ايه؟ في التلاجة، في الفريزر. طيب ايه اللي هيحصل؟ هاجي افتح التلاجة هلاقي المية بقت ساقعة جدا. يعني ايه باردة؟ قول معايا very cold. قول تاني very cold. استهجى معايا cold. very cold. باردة جدا او ساقعة جدا. طبعا المية في التلاجة او في الفريزر بتتحول تبقى ايس. تلج يعني ايه؟ ايس. تلج يعني ايه؟ ايس. تلج يعني ايه؟ ايس. طيب التلج اللي هو الايس ده ينفع ان انا اشربه؟ لا. طالما ما ينفعش اشربه يبقى ده مش ليكويد، لان ليكويد هي الحاجة الوحيدة اللي انا بشربها. طالما مش هشربه يبقى هو مش ليكويد. طيب بيتبخر في الهواء ما اشوفوش تاني؟ لا، انا شايفه اهو تلج قدامي اهو، ايس اهو. طالما مش بيطلع في الهواء يبقى هو كمان مش جاز. يبقى هو مش ليكويد عشان التلج مش بشربه، وهو مش جاز عشان خاطر بيتبخر في الهواء وما اشوفوش. يبقى هو ليكويد لا، وجاز لا. امال هو ايه؟ هو حاجه صلبه. لو مسكت تلجايه الايس ده ورميته في الارض او في الحيطه او في اي حاجه هيتكسر. طالما اي حاجه بتتكسر وناشفه يبقى اسمها ايه؟ يلا قول معايا solid. اي حاجه ناشفه اسمها ايه؟ solid. يبقى ما تحفظش انك وخلاص الكلمات، لا طبعا فهمه. قول له انا هروح اجيب من الحنفيه دلوقتي water ميه. الميه دي بنشربها؟ هيقول لك ايوه يا بابا بنشربها. قول له طالما بنشربها يبقى دي اسمها liquid. سايله قدامي liquid. تمام كده، دي اول حاجة. طب بص يا حبيبي، الواتر دي المية انا خدتها في حلة وحطيتها على النار، بقت very hot. فضل نسخن فيها، بقت very hot سخنة جدا. لما تسخن جدا برفع الغطا بيطلع منها بخار اسمه steam. اسألوا البخار ده لما بيطلع من الحلة انت بتشوفه تاني؟ يقولك لا. قولوا الحاجة لما اشوفهاش تاني بتبقى جاز. اللي بتطلع في الهواء اسمها جاز.
جاز. قلنا لو هاخد شوية واتر واحطهم في الفريزر هيبقوا ايه؟ هيقولك يبقوا تلج يا بابا. قول له التلج يعني ايس 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 ايس. قول له التلج ده هوت ولا كولد؟ يقول لك بارد يعني كولد، فيري كولد، بارد جدا. طب التلج ده قول له بيدوب، التلج ينفع نشربه؟ يقول لك لا. قول له يبقى مش ليكويد. طب التلج ده بيطلع في الهواء؟ يقول لك يبقى مش جاز، يبقى حاجه اسمها سوليد. اسمها ايه؟ سوليد. اسمها ايه؟ سوليد. اديني قلت لك الطريقه اللي هنشرح بيها الدرس ده مرتين اتنين. دي اسهل طريقه تقدر تخلي ابنك يذاكر بيها الدرس ده ويحبه ويحفظه بسرعه. هنا بقى هنبدا اهو الكلمات. بيقول لي ايه بقى؟ ها very hot water، الميه السخنه جدا. very hot water اسمها ايه؟ is steam. steam هي عباره عن بخار، والستيم ده لما بيطلع بيتحول لجاز. جاز يتحول لغازات بتروح مع الهواء. الواتر نفسها هي عبارة عن liquid يعني سايلة بنشربها liquid. طب انا خدتها اللي حطيتها في الفريزر بقت very cold يعني بقت ساقعة جدا. very cold water المية الباردة جدا is ice يعني تلج. والايس التلج ده عبارة عن ايه؟ solid يعني حاجة صلبة ينفع اكسرها. كده خلصنا الدرس ده اللي هو كان ليه علاقة بالساينس او العلوم. هنيجي هنا الصفحة التانية بتتكلم عن الرايتنج كورنر اللي هو الجزء الخاص بالكتابة. حاجة سائلة liquid حاجة صلبة بتتكسر solid الحاجة اللي بتتبخر في الهواء اسمها جاز. سخن يعني hot بارد يعني cold البخار اسمه steam. حالات المية. هنيجي هنا بقى الاكتيفيتيز بتاعتنا. فانا هاجي هنا هقول اول حاجة في الاكتيفيتي عندي اللي هي المية. water is solid ولا liquid؟ ها يلا جاوب معايا، solid ولا liquid؟ طبعا الووتر is liquid سايلة. طيب الايس التلج عبارة عن ايه؟ solid. نفس الحكاية. هنيجي بعد كده عندي اشوف الكلمة الصح واعمل عليها تيك. الصفحة التانية التمرين اللي بعد كده بشوف الصورة اللي عندي واشوف اذا كانت دي ستيم يعني غازات بخار، ولا سوليد ناشفة، ولا ليكويد سايلة. هنا الكلمة بظبطها عشان هو ملخبطها لي. واخر تمرين عندي اللي بيحسن الكتابة هو الكوبي. water has المية عندها 3 states. 3 يعني 3 states اللي هي الحالات بتاعت المية، سواء كانت تتحول تبقى جاز، ولا سوليد ناشفة زي التلج، ولا ليكويد سايلة زي المية اللي بتنزل من الحنفية. وكده خلصنا لسن. النهارده هناخد لسن 4 اللي هو الدرس الرابع. طبعا اول حاجه بناخدها هي الفوكابز او الفوكابلري اللي هي الكلمات. فهنبدا ناخد كلمات الدرس ده. كلمه السماء اللي هي السماء اسمها سكاي. شمس يعني ص، حرف اليو بننطقه يبقى صن. المركب او القارب اسمها بو، حرف الايه هنا مش هنطقه. اللي كان شايف الفيديو بتاعي اللي كنت بتكلم فيه عن اللونج فاولز الاصوات الطويله هيعرف ان حرف الايه هنا جاي بيساعد صاحبه اللي قبليه الاو انه يقول اسمه، فمش هنطقه. مش هنطق اللي بيساعد، انا هنطق الحرف الاو. بوت قارب بوت. قول معايا بحر يعني سي. نفس الحكاية، مش هنطق حرف الايه اللي جاي يساعد صاحبه المتحرك اللي قبليه اللي هو الاي. ارجع للفيديو ضروري جدا ترجع له. سي بحر يعني سي. الموجة بتاعت البحر، لما بننزل البحر بيكون فيه موجة بتيجي عالية ساعات تغرقنا وساعات بتيجي منخفضة. الموجة اسمها ويف. حرف الاي في الاخر في الكلمات كلها لا ينطق ما عدا كم كلمة كده صغيرين خالص. موجة يعني ويف. طب الموجة لما تيجي منخفضة هادية يبقى اقول معايا لو منخفض يعني لو. طب لما تيجي عالية يعني ايه؟ هاي. الجي اتش في نص الكلمة او في اخرها ما بننطقهاش.
ما عدا برضو شوية كلمات صغيرين جدا. عالي يعني هاي، فهنطق أول حرفين بس ومش هنطق الجي والاتش اللي في الآخر. عالي يعني هاي، هاي زي هاي، هاي عامل ايه. بعد كده كلمة صورة اسمها ايه؟ تعالى نقسمها. بي بي بيك 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 تشر، بيكتشر بيكتشر. انا عندي مقطع اللي هو التي يو تي يو ار اي، ده اسمه تشر. تشر في كل الكلمات اي كلمة اخرها مقطع ده تي يو ار اي يبقى اسمها تشر، يبقى بيكتشر بيكتشر بيكتشر. اوكي. لون ازرق يعني ايه؟ بلو. حرف الاي انطقه في الاخر؟ لا، بلو بلو بلو. اللون الاصفر اسمه ايه؟ ي لو، يلو يلو، ي اول حرفين، ي لو، يلو يلو. اللون الزهري او الوردي اسمه بي بين، بينك بينك بينك. بعد كده هنا الكتاب ده بتاع المعاصر. الحلو اللي فيه ان هو بيديني جمل كتيرة جدا على الكلمات. فهنبدأ هنا بيدخل كل كلمة بيدخلها في جملة. I can، أنا أستطيع. see، إني أشوف. boats مراكب. the waves، the waves wave لحد الإي يعني موجة، جمعها waves أمواج كتيرة، وعشان هي جمع حطينا بعديها r لأن الجمع بياخد r والمفرد بياخد is. the waves الأمواج are تكون low منخفضة. a wave الموجة is تكون water. الويف الموجة هي عبارة عن مية. that the حرف التي والاتش بننطقه that moves move والاي مش هنطقها واروح على طول على الاس. move يعني يتحرك. بص انا بتحرك كده move. الصورة اللي بعد كده بنقول the waves الأمواج، عشان هي يا جماعة بتاخد R قلنا R. هاي مش هنطق الجي والاتش، هاي اهي، هاي عالية. الصورة اللي دي the sun الشمس مالها بتنزل لتحت ماشية مروحة، يبقى the sun الشمس is تكون go احنا واخدين go يذهب، حط لها ing تبقى going down. الاو واليو احنا قلنا الاو واليو والاو ومعاها الدبليو الاتنين بننطقهم دول، دي او دي بننطقها او، لما اشوفها بننطقها او. يبقى انا عندي هنا الاو والدبليو هنطقها او، يبقى down going down يعني بتنزل لتحت او ماشية او بتغرب خلاص. الصورة اللي بعد كده هنا عندي برضو look at انظر الى، look at هبص على the sun. قسم الكلمة sun يعني شمس، sunset غروب الشمس، sunset. الصورة اللي بعد كده الأخيرة هنا the sky السماء، the sky السماء is تكون، بص هنا السماء مالها هنا والسماء مالها، السماء مالها ها في الصورة دي blue لونها blue، وايه تاني وبينك اهي لونها pink، blue وبينك وكمان فيها yellow. يبقى هنا عارفين الالوان ان السكاي السماء blue ازرق، pink ولونها فيها زهري وفيها yellow اصفر اللون الاصفر. كده نكون خلصنا كلمات ودخلناها كمان في جمل. turn the page بعد كده هقلب الصفحة. عندي هنا بيقول لي color هلون. هنا عندي الاكتيفيتيز الأنشطة أو الاكسرسايز التمارين. هشوف الصورة اشوف الكلمة بتاعتها واعمل عليها دايرة circle. تاني تمرين هجمع الكلمة وارتبها عشان هو ملخبطها. تالت تمرين سهل جدا هعمل ماتشنج، هقرا الجملة واوصل بالصورة بتاعتها. تمارين سهلة وبسيطة خالص. هنيجي بعد كده lesson 5 الدرس الخامس، ركز فيه. حصة الرسم اسمها ايه؟ الايه لما يجي وراها ار مش هقولها هقولها يبقى art. حصة الرسم اسمها art.
art art. النجمة اسمها ست برضو هنا or star كلهم بقى بار. اوكي يلا art star. الحديقة اسمها هي ار park. بعد كده سيارة يعني car. المزرعة اسمها farm. حديقة يعني ايه garden. البرطمان اسمه jar. الذراع اسمه arm. يبقى دي كل الكلمات اللي كانت بالار ساوند. بعد الصفحة اللي وراها عندي طبعا كل ده فوناتكس، صوتيات، بيدينا أصوات الحروف أو الحرفين لما يبقوا جنب بعض بنقولهم ايه. A لما تيجي جنب الار بقولها R. طب O لما تيجي جنب الار بقولها or. يبقى بصوا هنا كده هيبقى كل الكلمات اللي هننطقها دلوقتي بأور ساوند. يلا قول معايا for اهي، هنطق أول حاجة لحد الأور 40 رقم 40. sport يعني رياضة. corn يعني ذرة corn. horse يعني حصان حصان. story قصة. shore sh بننطقها ساكت shore. shorts. صباح الخير أو صباح يعني morning. يبقى دي كانت الكلمات اللي على الأور ساوند، ودي الكلمات اللي على الار ساوند. مد هنا يبقى ار، ضم هنا يبقى اور. هنا activity number 1 بحط يا اما اشوف الكلمة تاخد ار ولا اور. بعد كده turn the page. هنا برتب الجمل. مثلا اول جمله، بحب اول التمرين ده جميل جدا، بيعلم الاولاد التركيز وبيعرفهم ازاي الجمل تتكون صح. هنا ملخبط الجمله، بدأ هنا يرتبها this تاخد this is يعني هذا، ده الجمله الصح. this is يعني هذا a beautiful park حديقه جميله. تعال نعمل اللي تحت كده. هقول ايه بقى؟ there is على بعضها there is there is يوجد ايه؟ a horse حصان horse. فين الهورس ده؟ in the farm يبقى there is a horse حصان in في the farm المزرعة. بعد كده عندي هنا الرايتنج كورنر او الجزء الخاص بالكتابة، بنحفظ فيه الكلمات هي ستار نجمة، بارك حديقة، هورس حصان، ارت حصة الرسم، ارم زراع، سبورت رياضة، كار عربية، 40 رقم 40، كورن اللي هو الذرة. بعد كده نقلب الصفحة، هنيجي عند lesson 6. انا مش هاخده المرة دي لان lesson 6 محتاج كده مجهود، لان الكلمات وافهمك هنعمل فيها ايه ويعني ايه ريسايكل، وكمان في قاعدة لازم ناخدها، قاعدة there is و there are، وفي قصة لازم نقرأها وأعلمك تقرأها ازاي، قصة كمان كبيرة شوية وفيها كلمات تقيلة، فهناخدها الحصة الجاية ان شاء الله او الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير المرة الجاية مع lesson 6، وناخد كمان الريفيو المراجعة اللي هي دي، وهناخد كمان الريفيو المراجعة كاملة على يونت 6 على الوحدة دي. اشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير. باي.